تحت اسم حب أطفالنا يجمعنا، وذلك توحيدا للصفوف لحل مشاكل الأطفال. كان متحدثا فيها دكتور مجدي بدران، والذي يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف. دكتور مجدي، أهلا بك معنا وصباح الخير. أهلا بكم، صباح النور. يعني اسمح لنا أن نبدأ بالسؤال عن محاور هذه الندوة وما تضمنته من توصيات لحل مشاكل الأطفال. طبعا اول حاجه اتكلمنا على الرحم الامن، ونقصد به مش بس الرحم الاول اللي ربنا بيهبه لنا، ولكن ايضا الرحم الثاني ولا هو الوطن. 2 الطفوله تنمو بالحب ايضا. 3 التوتر يقلل المناعه. بعد كده 4 الرضاعه الطبيعيه بوابه طبيعيه للمناعه. 5 الحق في الغذاء. 6 غرس الانتماء يبدأ من الطفولة. 7 التغذية الفكرية لعلاج الفقر الفكري والفقر المعلوماتي. 8 تحصين الأطفال ضد الإدمان. 9 الرياضة للجميع. 10 طفولة بلا إعاقات. نعم. طيب، دي كانت المحاور الأساسية. يعني هل استطعتم الوصول يعني لكل المعنيين بالطفل وبكل المسؤولين عن مشاكل الطفل لدعمه؟ وطبعا احنا ملناش سلطة على متخذ القرار، ولكن احنا بنطلق تحذيراتنا وصيحاتنا ودي للشعب كله. يعني هي طبعا ندوة ثقافية، اكيد هتفكر ناس كتير جدا بحاجات منسية، اكيد ممكن تجذب نظر المعنيين بالامور، نظر المتحورين او الناس اللي هي دلوقتي بتهتم بقضايا تهم الوطن، الناس مثلا داخله عن انتخابات مجلس الشعب، الناس اللي هي تشتغل في السياسة، النخبويين المهتمين بالعمل المدني. اعتقد في قضايا طفولة كثيرة جدا محتاجة شغل مننا، سواء على مستوى الحكومة او على مستوى الافراد او المؤسسات او الاحزاب. نعم. مشكلة من مشاكل الطفل دكتور مجدي مشكلة الحساسية والمرض، وحضرتك طبعا متخصص في هذا المجال، وانت عضو الجمعية المصرية للحساسية. يعني اسمح لنا ان احنا نقدم مجموعة من النصائح في هذا الشأن. وطبعا احنا داخلين دلوقتي في موسم الحساسيات، وعندنا دلوقتي في يا فندم كمان في هواء كتير قوي، في هواء ورياح الخمسين دلوقتي بدأت برضه بعض المناطق، وفي انواع من الغبار ناعمه شويه موجوده في كل البيوت دلوقتي حتى المقفوله، وبعد شويه هندخل في الموسم بتاع حساسيه الربيع. فده الحاجات دي كلها بتخلينا برضه احنا بنحذر من الحساسيات، وبنقول خلي بالكم ان الحساسيه موجوده، ويفضل ان احنا نوعي الناس ونثقفهم باهميه معرفه المسببات. وبنقصد بالمسببات الموجوده في البيت على قدر الامكان، او الموجوده في الفراش، حتى في السياره. كتير اطفال اللي كانوا السياره قبل كده السياره يبتدي يكح، معناها ان الاب كان بيدخن في السياره دي، او سواق الاتوبيس حتى سواق المدرسه، معناها ان في سبب مسكون حشره الفراش عشان سوء التهويه. حد كان مثلا بياكل وبقايا اكل بتجتذب الحشرات داخل السياره نفسها. ممكن يكون في الاسباب موجوده في غرفه النوم، زي مثلا المكياج او الكتب القديمه والجرائد القديمه والاشياء المقدسه، وحتى الصور اللي متعلقه على الحيطه ممكن يكون عورها اتربه، والاتربه دي تجمع كثير من المسببات الحساسيه ومحدش دريان. 10% دلوقتي بس في مصر عندهم حساسيه صدر، في الخليج 33. ممكن بعد كده برضو حساسيه تنفسيه بقى تشمل حساسيه صدر وانف. نسب كبيره جدا من اللي بيسمعونا عندهم حساسيات، وساعات ما بيقدروش يعرفوا الاسباب، فاحنا بنساعدهم لهم خلي بالكم اذا اكلت اكله او لبست لبس او شميت برفان او لاحظت ان انت بتروح في مكان والاعراض بتزيد عليك، يعني الحساسيه بتزيد عليك، سواء الكحه او العطس او ان احنا نفسك بيضيق، او حتى مثلا طلعت الاسانسير ولاحظت ان في مشكله معاك او تركب الاسانسير ده، ابتدي فكر ان يكون في حساسيه. ولو عندك حساسيه لازم تلتزم بخطه العلاج اللي بتعتمد على شقين، شق يمنع الازمات وشق يعالجها وقت حدوثها، وبالتالي لازم يبقى في تفاعل بين القائم على الخدمه الصحيه الطبيب والممرض والصيدلي والمستشفى، ويكون في تليفونات الاتصال وسرعه التحرك عند الازمات عشان نتقي المخاطر اللي ممكن تكون احيانا عواقبها وخيمه. دكتور مجدي، يعني اسمح لي، انا قريت بحث قريب عن ان في علاقه جديده ظهرت اكتشفها العلم بين السكر وتناول السكر، يعني الحلويات والشوكولاتات والحاجات دي، بالحساسيه الصدريه. اقول لحضرتك بقى، هو السكر بشكل عام بيكتر في جسمنا، بيسبب لنا 70 آفة.
والآفة. من ضمن مشاكل السكر ان هو بينقص المناعة، يبقى السكر الكتير هينقص المناعة، اما ينقص المناعة هتلاقي الميكروبات هتدخل بسهولة. دي حاجة. الحاجة الثانية ممكن يكون واحد عنده حساسية للسكر. الحاجة الثالثة ان وجود السكر بشكل عالي هيدخل لنا في مشكلة السمنة، والسمنة ايضا تقلل المناعة، والناس اللي عندهم معدلات في الوزن زايدة بيبقى عندهم نسب الحساسية اعلى، ومعدلات الازمات الربويه عندهم اعلى، وبالتالي احنا بنعالج حد عنده حساسيه صدريه او تنفسيه او ربو، بنقول له حاول تخفف من وزنك على الاقل 5% في شهر واحد. بتلاقي عده اشياء ملاحظه. اول حاجه ان هو الاداء بتاعه بيتحسن، اما السمنه بتتحسن، الدهون بتاعته بتتحسن، فمش هتكبس على صدره. ثالث حاجه حتى الدواء ممكن يوصل، يكون في دهون كتيره في الجسم، فممكن الدواء يغرق ويضيع في الدهون لحد ما يوصل الشعب الهوائيه اللي احنا عايزينها. برضه حاجه ثانيه ان السمنه بتخلي الانسان يميل للركود، والركود ده احنا مش عايزينه لانه بينقص المناعه. يبقى تخفيف الوزن، ونقول دايما الخساره في الوزن مكسب، الخساره في الوزن مكسب خاصه لمرضى الحساسيات، بيخليهم اكثر قدره على التحرك، ومش هيخليهم مثلا لو انا مثلا وزني 100 كيلو وعايز اخلي القلب بتاعي يشتغل عشان يكفي ال 100 كيلو، فعايز اكسجين يكفي ال 100 كيلو، لكن انا مثلا لو وزني 80 معنى كده ان الاكسجين عندي هيبقى المطلوب اقل، فمش هتعب ومش هتفضح يوم اعمل مجهود او اطلع السلم. نعم يعني ونحن نتمنى الصحة والسلامة لكل أطفالنا عبر أرجاء الوطن العربي. نشكر وجودك معنا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. شكرا يا فندم وصباح الخير. شكرا جزيلا. شكرا.